انفجار دبلوماسي جديد يضرب قلب العلاقات بين فرنسا والجزائر. رسالة سرية من الإليزي تقلب الموازين، وقرارات صادمة تصدر على أعلى مستوى. وكانت الصحافة الفرنسية تقول بأن الرئيس إيمانويل ماكرون يعلق إعفاء حاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة. إذن الرئيس الفرنسي يعلق إعفاء حاملي جوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة. وتقول وكالة AFP أيضا عن ماكرون قوله إنه على فرنسا أن تتحرك بمزيد من الحزم والتصميم كما يقول حيال الجزائر. يأتي هذا في سياق أزمة متصاعدة بين الجزائر وباريس تصاعدت خلال الفترة الماضية على خلفية عمل الوفود الدبلوماسية والقنصلية وتحديد الإقامات وأيضا تأشيرات الدخول لا سيما للوفود الجزائرية إلى فرنسا. في وقت حساس يشهد فيه العالم إعادة تشكيل تحالفاته، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يكتفي بالتحذير بل مر إلى الهجوم المباشر وأعلنها صراحة. الامتيازات الجزائرية انتهت، اتفاقيات كانت تعتبر مقدسة وخط أحمر تم تجميدها بجرة قلم، والرسالة وجهت إلى كل من يهمه الأمر. فرنسا تغير قواعد اللعبة، فما الذي أغضب ماكرون؟ هل هناك ملفات خفية دفعت باريس لتفجير هذا القرار في هذا التوقيت بالضبط؟ وما سر التقاء المصالح بين ماكرون واليمين المتطرف في هذا الملف، ملف الهجرة والجوازات الدبلوماسية؟ ثم كيف سترد الجزائر؟ وهل فعلا نحن أمام بداية قطيعة سياسية قد تمتد لعقود؟ خليك معايا لأن اللي جاي أخطر بكثير مما تروج له العناوين الصحفية. اليوم غادي نكشفوا الخلفيات، نربط الخيوط ونفهم لماذا هذا التصعيد ليس مجرد أزمة عابرة، بل هو جزء من معركة كبرى تطبخ بصمت. في خطوة هي الأخطر منذ عقود، فرنسا تقلب الطاولة على النظام الجزائري. ماكرون يعلن رسميا تجميد اتفاقيات دبلوماسية كانت تعتبر من الخطوط الحمراء، ويأمر حكومته بضرب مصالح الجزائر في العمق. ما قام به إيمانويل ماكرون أعتقد أنه خطوة متهورة جدا لن تأتي، وهو دعيني يعني أشبهها بإعلان حرب على الجزائر. أنه ما قام به هو استفزاز لا معنى له ولن يؤتي بأي ثمار، بل بالعكس صح الأمر. هذه التصريحات صدرت من ماكرون وهذه التعليمات صدرت لوزير خارجيته. أعتقد أن الجزائر سترد بالمثل وأكثر من المثل. رسائل أرسلت، الأوامر نفذت، والنتائج قد تشعل واحد من أكبر الأزمات بين باريس والجزائر منذ الاستقلال. لكن ماذا حدث بالضبط؟ ولماذا قرر الإليزي كسر الجليد وإطلاق التصعيد بهذا الشكل؟ وما علاقة اليمين المتطرف الفرنسي والهجرة السرية وحتى ملفات الاستخبارات في هذه المعركة؟ خليكم معايا للنهاية، لأن ما يحدث اليوم بين باريس والجزائر ليس صدفة، بل خطة محكمة بدأت تتضح معالمها. أثار قرار الجزائر الشروع في تسليم جوازات سفر لرعاياها المقيمين بالخارج بمن فيهم المهاجرون غير النظاميين موجة انتقادات رسمية في فرنسا وصلت إلى أعلى هرم وزارة الداخلية الفرنسية. وقد شرع القنصل الجزائري في مدينة تولوز الفرنسية فعليا في تنفيذ القرار، حيث تم إصدار مئات الجوازات البيومترية الصالحة ل10 سنوات لعدد من الجزائريين دون وثائق إقامة. في رسالة رسمية عاجلة بعث بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس وزرائه فرانسوا بايرو، أمره بشكل مباشر بتعليق العمل باتفاقية 2013 التي كانت تعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية من التأشيرة لدخول فرنسا. القرار لا يتوقف هنا، ماكرون لم يطلب فقط مراجعة الاتفاق، بل أصدر تعليمات فورية لوزير داخليته برينو روتايو
بالتواصل مع جميع دول منطقة شنغن لحثهم على منع إصدار تأشيرات إقامة قصيرة أو طويلة لأي مسؤول جزائري يحمل جواز سفر دبلوماسي أو رسمي. وبموجب قانون الهجرة الجديد لعام 2024 أعطى ماكرون الضوء الأخضر لتفعيل بنود قانونية تسمح برفض التأشيرات بشكل تلقائي لكل من يحمل جواز سفر دبلوماسي أو وظيفي من الجزائر حتى وإن كان الملف قانونيا. التصعيد غير المسبوق بداية حرب باردة جديدة منذ يونيو 2024. العلاقات بين الجزائر وفرنسا تمر بأسوأ أزمة دبلوماسية منذ عقود. الدول هناك اتفاقية خاصة يعني من حق فرنسا أن تلغي هذه الاتفاقية لكن بالتشاور مع الجزائر وليس بشكل انفرادي وشكل يعني من طرف واحد. أعتقد أن الأمر مرفوض تماما. سحب السفراء من الطرفين، تبادل طرد 12 دبلوماسيا، منع نقل الحقائب الدبلوماسية الجزائرية في المطارات والموانئ الفرنسية، والآن فرنسا تذهب أبعد، إغلاق الباب أمام الطبقة السياسية الجزائرية من دخول أوروبا وإحراجهم أمام العالم، خاصة أن العديد من مسؤولي الجزائر يملكون عقارات، حسابات بنكية وحتى عائلات مستقرة في فرنسا. ما إن هدأت الأزمة بين فرنسا والجزائر إلا وعادت من جديد في خضم تلاسن بين مسؤولي البلدين. هذه المرة تحول جواز السفر الجزائري إلى سلاح مواجهة دبلوماسية جديدة. وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أشعل فتيل التوتر عندما أعلن نيته توجيه تعليمات إلى الأقاليم الفرنسية بعدم الاعتراف بجوازات السفر التي تصدرها القنصليات الجزائرية لمواطنيها لغرض الحصول على تصاريح الإقامة. واتهم السلطات الجزائرية بتسليم مئات جوازات السفر لمن وصفهم بالمهاجرين غير النظاميين. لماذا هذا التصعيد الآن؟ ما وراء الكواليس؟ باريس تعتبر أن الجزائر لم تتعاون بالشكل المطلوب في ملف الهجرة الغير الشرعية. السلطات الفرنسية غاضبة مما تعتبره دورا استخباراتيا جزائريا داخل الجالية في فرنسا. صعود اليمين المتطرف بقيادة جوردان بارديلا وضع ماكرون تحت ضغط داخلي هائل. باريس منزعجة من تقارب الجزائر مع روسيا والصين خاصة في ملفات الغاز والسلاح. الجزائر تهدد بالرد وإلغاء اتفاق 1968 على الطاولة. النظام الجزائري عبر عدة تصريحات هدد بأن أي مراجعة من طرف فرنسا للاتفاقيات الثنائية خاصة اتفاقية 1968 في المنطقة للهجرة والإقامة سيقابل برد شامل يمس كل مجالات التعاون الأمني الاقتصادي والثقافي. ومصادر مقربة من قصر المرادية تشير إلى احتمال طرد شركات فرنسية تعمل في الجزائر بل حتى تجميد بعض المشاريع الثنائية الكبرى. استدعت السلطات الجزائرية مجددا السفير الفرنسي على خلفية اعتقال السلطات الفرنسية أحد موظفي القنصلية الجزائرية بكريتايا، ودعت الجزائر إلى الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي الموضوع رهن الحبس الاحتياطي، أين طالبت في نفس السياق باحترام الحقوق المرتبطة بوظيفته بشكل صارم سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات الثنائية، وذلك لتمكينه من الدفاع عن نفسه بشكل لائق وفي ظل الشروط الأساسية. وأكدت الجزائر رفضها القاطع شكلا ومضمونا للأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم قرارها بوضع موظفها القنصلي بكريتايا رهن الحبس الاحتياطي. وفي تطور لافت أعاد على ما يبدو العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى نقطة الصفر. أبلغت الجزائر السلطات الفرنسية عبر سفيرها ستيفان روماتي احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه تهمة ووضع أحد موظفيها القنصليين الذي يمارس مهامه على الأراضي الفرنسية رهن الحبس المؤقت. في أحدث تصريح له حاول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تخفيف التوتر قائلا لا توجد مشكلة بينه وبين ماكرون، محملا اليمين المتطرف الفرنسي مسؤولية تفجير الأزمة. لكن وفق مراقبين قرار ماكرون الأخير لم يكن مرتجلا بل مدروس وجزء من استراتيجية فرنسية جديدة للتعامل مع الجزائر بمنطق القوة لا المجاملة. الخلاصة
الرسالة الفرنسية واضحة: انتهى زمن الامتيازات المجانية، والمطلوب الآن من الجزائر تغيير سلوكها السياسي والإقليمي أو مواجهة عزلة دبلوماسية أوروبية. وفي المقابل الجزائر ترى أن ماكرون يحاول التغطية على فشل داخلي بخلق أزمة خارجية، والنتيجة أزمة قابلة للانفجار في أي لحظة. واش كتظن أن فرنسا غادي تكمل في هذا الطريق وتغلق الباب نهائيا قدام النظام الجزائري؟ وكيفاش كتحس بهذا التصعيد؟ حق فرنسا المشروع أو الاستفزاز علني؟ خلي رأيك في التعليقات، واشترك في القناة وفعل الجرس باش توصل دائما بما هو جديد أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله.